السلام عليكم يا بنات. اعملي لنفسك كوباية حاجة بتحبيها وتعالي نقعد مع بعض شوية. في سؤال نفسي أسألهولك. امتى آخر مرة حسيتي انك مش كفاية؟ يمكن بعد ما فتحتي انستجرام او تيك توك، او حتى بعد ما شفتي صاحبتك حققت حاجة كنتي نفسك فيها وفجأة من غير ما تحسي اليوم اللي كان عادي جدا بقى يوم مليان إحساس بالنقص. وده لأن المقارنة غريبة، هي مش بتخليكي تتمني اللي عند غيرك وبس، هي بتخليكي تنسي اللي عندك. احنا بقينا نصحى الصبح أول حاجة نشوفها ناس بتتخرج وناس بتسافر وناس اتجوزت وناس فتحت مشروع وناس جسمها بقى زي ما كانت بتحلم وناس شكل حياتها مثالي، فنقفل الموبايل ونبص لحياتنا ونقول أنا بعمل ايه. لكن في حاجة احنا بننساها دايما، السوشيال ميديا مش الحياة الحقيقية، دي معرض كل واحد بيختار يحط فيه أحسن صورة وأجمل لحظة وأكبر إنجاز، لكن محدش بيصور وهو بيبكي ولا هو تايه ولا هو بيحاول للمرة العاشرة. احنا بنقارن كواليس حياتنا بواجهة حياة الناس، وده ظلم كبير لنفسنا. وفي حاجة تانية يمكن تكون أصعب، احنا ساعات مش بنقارن نفسنا بالناس، احنا بنقارن نفسنا بصورة خيالية رسمناها في دماغنا. كنا فاكرين في إننا في السن ده هنكون حققنا كل أحلامنا، ولما الحياة تمشي بطريقة مختلفة نحس إننا اتأخرنا، مع إن الحقيقة إن مفيش حد متأخر، كل واحد له توقيته وله ظروفه وله طريقته وله اختيارات مختلفة عن غيره، اختبارات. تخيلي لو وردة بصت لشجرة وقالت أنا ليه مش طويلة زيها، أو الشجرة بصت للوردة وقالت أنا ليه مش جميلة زيها. الاتنين هينسوا أجمل حاجة فيهم، إن ربنا خلق كل واحد لدور مختلف. يمكن المشكلة إننا بقينا بنقيس قيمتنا بسرعة الإنجاز، ولو وقفنا شوية نفتكر إننا فشلنا، مع إن الإنسان قيمته مش في عدد الإنجازات، قيمته في أخلاقه ورحمته وصبره وسعيه. وربنا سبحانه وتعالى مش هيقارنك بحد، مش هيقولك إن ليه ما بقيتيش زي فلانة، هيحاسبك على رحلتك انتي وعلى نيتك وعلى سعيك، وده في حد ذاته راحة كبيرة. فلو لقيتي نفسك بتقعي في المقارنة كل يوم، اعملي حاجة بسيطة، كل مرة تمسكي فيها الموبايل اسألي نفسك هل أنا داخلة أستفيد ولا داخلة أقارن نفسي. السؤال ده ممكن يغير طريقة استخدامك للسوشيال ميديا كلها. ودايما افتكري مش لازم توصلي لنفس المكان في نفس الوقت ولا بنفس السرعة، النجاح مش سباق والحياة مش منافسة، انتي ليكي طريق وربنا كتبه مخصوص ليكي، فامشي فيه وطمني. ده اللي حبيت اقولهولك النهاردة. ولو وصلت لاخر الحلقة ما تنسيش تقولي في الكومنتس وتعملي لايك وتشترك في القناة. واتمنى تكون فضفضة النهاردة عجبتكم، واشوفكم في فضفضة جديدة.